مرحبا، أنا غزل. أول عبارة رح تصدمكن اليوم. قصة الفيلم حقيقية، ولو عم تشوفوا الفيديو بالليل أنا بنصحكن تشوفوه الصبح، لأن فيلمنا اليوم رعب. منقول بسم الله ومنبدأ. من مدينة صغيرة، هدوء بكل مكان، شوارع فاضية والساعة بتدق 2:17. فجأة كل شي بيتغير. منشوف مجموعة أطفال واحد ورا التاني عم يفيقوا بنفس اللحظة، وجوه جامدة وكأنه قوة خفية عم تناديهن. الغريب إنهم 17 طفل من مدينة وحدة ومدرسة وحدة وفصل واحد، فصل أنسي جاستن. لما بيطلع الصبح الأنسي جاستن تدخل فصلها، بس بتستغرب. الفصل كله فاضي، ما في غير طالب واحد اسمه أليكس. البلدة كلها صارت مسرح لجريمة جماعية. الأهل منهارين، وين أطفالهم؟ والشرطة عم تحقق، بس دون أي فايدة. الأطفال اختفوا، كأنه الأرض انشقت وبلعتهم. مدير المدرسة ماركوس بيعمل اجتماع لأهالي الطلاب، بس الوضع بيكون متوتر كتير، لأن أهالي الطلاب حاطين اللوم على المدرسة وعلى الأنسي جاستن. لما بيشوف ماركوس الوضع كتير متأزم بينهي الاجتماع، لأن ما رح يوصل لأي فائدة منه. جاستن عم تجيها اتصالات من أرقام غريبة وتهديدات. بتروح لعند مدير المدرسة ماركوس تطلب منه إنها تحكي مع أليكس، الطالب الوحيد يلي نجا. بس ماركوس بيمنعها تقرب من أليكس. وبالليل لما بترجع جاستن على البيت في حدا بيضرب الباب بقوة كتير. جاستن بتخاف تطلع لحتى تشوف مين على الباب، بس ما بيكون في حدا. وبتشوف إنه مكتوب على سيارتها ساحرة. تاني يوم الصبح بتروح على الشرطة وبتبلغ عن التهديدات والرعب يلي عايشته. في المركز بتشوف حبيبها الشرطي بولو، بتسلم عليه من بعيد لأن ما فيها تقرب منه. بولو متزوج وعلاقتهم سرية. بالليل بيتقابلوا. بيحكي بولو لجاستن: أنا جنبك ورح ساعدك، ما ترد على كل التهديدات، ما تخافي من أي شيء، أنا جنبك. وفي النهاية الشرطة رح تلاقي الأطفال، وبيطلب منها تكون قوية. في اليوم الثاني جاستن ما بتسمع كلام ماركوس، بتروح على بيت أليكس عشان تحكي معه. أول ما تقرب على البيت بتنتبه إنه جرايد مغطي كل الشبابيك. بتقرب من الشباك، أهل أليكس قاعدين دون ولا حركة كأنهم أصنام. تنصدم جاستن من طريقة قعدة أهل أليكس، بتبعد عن البيت وهي مرعوبة. وبالليل جاستن بتحلم حلم مرعب. بتشوف أليكس شكله مرعب كتير وعم يتطلع فيها، وعلى الحيط فجأة بيطلع لها شكل سيدة تشبه المهرج. بتكون جدا مخيفة. وأول ما يطلع الصبح بتروح جاستن عشان تحكي مع أليكس. بتقرب منه، بصرخ عليها وبيطلب منها تبعد عنه وما عاد تقرب عليه أبدا. تستغرب من تصرفاته. بتقرر إنها تروح على بيت أهل أليكس علشان تحكي معهم. ولما بتروح ما حدا بيفتح لها الباب. بتضلها ناطرة في سيارتها ومن التعب بتنام. فجأة بينفتح باب أهل أليكس وبتطلع أمه. بيكون شكلها كتير غريب، بتمشي بطريقة غريبة وبتفتح باب سيارة جاستن وبالمقص تاخد خصلة من شعر جاستن. وبينتهي المشهد. المخرج في هذا الفيلم ما عرض الأحداث بشكل تقليدي، لا، حب يعرضه على شكل أجزاء، كل جزء بيحكي عن شخصية. وفي نهاية كل جزء تسأل حالك: ليش؟ شو صار؟ كل هاي الشخصيات بتلتقي ببعضها لتكون فيلم رائع. وهلأ ننتقل للجزء الثاني أو الشخصية الثانية، وبتكون آرشر، والد طفل من الأطفال المفقودين. آرشر بيكون مو طايق جاستن ومحملها مسؤولية اختفاء الأطفال. بيروح آرشر على مركز الشرطة وبيحكي مع المحقق المسؤول وبيسأله: ليش تاركين جاستن حرة؟ ليش ما عم تتحركوا؟ بدنا أطفالنا. الضابط بيحكي له: ما دخل جاستن، أولادكم اختفوا من بيوتكم، طلعوا دون ما حدا يجبرهم، ما دخل المدرسة ولا دخل الآنسة. بيعصب آرشر كتير من إهمال الشرطة، وهون بيتحول آرشر من أب لمحقق. ومنشوف بالليل كمان آرشر بيحلم حلم عن ابنه ماثيو. ماثيو بيكون نايم في سريره،
بيجي آرشر لعند ابنه وبصير يحكي معه، بيقول له جاوبني، انت وين؟ أعطيني أي معلومة عنك، أنا رح ساعدك، أنا رح رجعك. فجأة بيتحول شكل ابنه لشكل مرعب جدا، شكل مهرج، نفس المهرج يلي إجا لجاستن بالحلم. الغريب إنه نفس المهرج عم يجي في أحلام جاستن وأحلام آرشر، والأغرب هاي الأحلام كلها نفس وقت اختفاء الأطفال. آرشر بيراجع كل الكاميرات وبيطلب من كل أهالي الأطفال إنهم يساعدوه لأن الشرطة ما عم تتحرك. لما بيراجعوا الكاميرات بيرسموا خريطة لمكان اتجاه الأطفال ال17، بيكون كل الأطفال رايحين في اتجاه نقطة واحدة. يا ترى وين الأطفال وليش اختفوا الأطفال عند هاي النقطة؟ وبالصدفة بشوف آرشر المعلمة جاستن، بيروح لعندها عشان يحكي معها، بس بتخاف منه وبتطلب منه يبعد عنها. وهن عم يحكوا بينصدموا من مشهد ماركوس مدير المدرسة عم يركض في اتجاههم بنفس الطريقة يلي كان عم يركض فيها الأطفال وقت اختفائهم. والأرعب وشه كله دم، بيهجم على جاستن وبيحاول إنه يموتها. بيحاول آرشر إنه يساعدها ويبعد ماركوس، بس ماركوس بيكون مثل الزومبي مو حاسس على أي شيء. آرشر ضرب ماركوس كتير بس ما كان ماركوس عم يحس بالألم. ماركوس بيبعد آرشر عنه وبيهجم مرة تانية على جاستن، في قدام عينه هدف واحد، إنه يموت جاستن. مثل ما قلت لكم حتسألوا حالكم في كل جزء ليش. ننتقل للشخصية الثالثة، بس قبل ما ننتقل حبيت أعمل مثل المخرج، عندي طلب. أنا جديدة على اليوتيوب، لو عجبكم الفيديو عملوا متابعة ولايك، ولو ما عجبكم كمان اعملوا متابعة ولايك، ما عندي مزح بخطفكم. وبنرجع للشخصية الثالثة، الشرطي بولو. بولو بيكون في سيارة الشرطة وبينتبه على حرامي عم يحاول يدخل على بيت. بيروح بولو لعند الحرامي وبيكلبشه. بيسأل بولو الحرامي جيمس المنحوس، في شي بجيبك؟ رح تسألوني ليش قلت منحوس شويات ورح تعرفوا. في شي بجيبك؟ معك ممنوعات؟ بيحكي له لا. وأول ما يحط بولو إيده في جيب جيمس عشان يفتشه بتدخل إبرة في إيد بولو، وهي مو أي إبرة، هي الإبرة اللي بيتعاطى فيها جيمس. بولو بيعصب كتير وبيضرب جيمس بوكس مرتب لدرجة إنه بيغمى عليه، وبيروح بولو بسرعة على السيارة عشان يعقم الجرح. بس بينتبه على الكاميرا يلي بسيارة الشرطة إنها صورت كل شي، ولأنه في أوروبا مثل عنا الشرطة ممنوع يضرب المواطن، بيطفي الكاميرا وبينزل لعند جيمس وبيفك له إيده ويعتذر منه، أنت غلطت وأنا غلطت، بتروح وما عاد بدي أشوفك بكل مدينة. والله جيمس ما بيصدق، بيهرب بسرعة. وبعد يوم بيكون بولو طالع من شغله بينصدم لأن جيمس جاي في اتجاه مركز الشرطة. جيمس أول ما يشوف بولو بيهرب بسرعة. ليش؟ شو صار؟ ننتقل للشخصية الرابعة، جيمس المنحوس. ليش منحوس؟ لأن من كل بيوت العالم اختار يسرق بيت أهل أليكس. بيدخل على البيت وهو عم يسرق بينصدم، شخصين قاعدين دون ولا حركة كأنهم أصنام. بيقرب منهم بيحكي معهم بس ما حدا منهم بيتحرك، بيتركهم وبيكمل سرقة. وفجأة بيسمع صوت أطفال جاي من الأبو. الفضول مدري النحس بيخليه ينزل على الأبو، وهون الصدمة، 17 طفل ما عم يتحركوا أبدا كأنهم مجمدين. وفجأة كل الأطفال وبنفس اللحظة بيطلعوا باتجاه جيمس، حتى الشخصين يلي كانوا قاعدين دون ولا حركة كمان بصيروا يلحقوه. بيطلع من البيت بسرعة كتير وبتوقع إنه تاب بحياته ما عاد يسرق ولا بيت. بيروح جيمس عشان يبيع الأشياء يلي سرقها، بينتبه على إعلان صور للأطفال ال17 وجائزة مالية 50,000 دولار لأي حدا بيعرف مكانهم. جيمس بيروح بسرعة عشان يبلغ، وأول ما يوصل على مركز الشرطة جيمس بيهرب بسرعة وبولو بيطفي كاميرا سيارة الشرطة وبيلحق جيمس. هو عم يهرب جيمس بيدخل بالغابة، بيشوف شكل مهرج بيكون عم يأشر له، وهذا المهرج نفس المهرج اللي عم يجي في أحلام آرشر وجاستن. جيمس بصير بيهرب أكتر وأكتر
من المهرج ومن الشرطي بولو. تطلع قدامه خيمة بيتخبى فيها، بس بيكون في حدا عم يقرب من الخيمة. جيمس بخاف كتير، بيطلع كل إبر التعاطي عشان يحمي حاله، وأول ما ينفتح باب الخيمة بيضرب كل الإبر في وجه الشرطي بولو. هون بولو بيعصب كتير، بيطلع سلاحه وبيقرر إنه يموت جيمس. بس جيمس بيحكي بسرعة إنه بيعرف مكان الأطفال ال17 المفقودين، وكان جاي على المركز عشان يبلغ عن الأطفال وياخد الجائزة. في البداية بولو ما بيصدق جيمس، بيحكي له لو بدك باخدك على مكانهم. بولو بكلبش جيمس وبيطلعوا بالسيارة وبياخده على بيت أليكس. بينزل الشرطي بولو وجيمس ناطره بالسيارة، بس بيتأخر كتير. وفجأة بيطلع الشرطي بولو، بيمشي في اتجاه السيارة، بيفتح باب السيارة بدون ولا كلمة، بيسحب جيمس على الأرض على بيت أهل أليكس. بننتقل لعند ماركوس مدير المدرسة. بتتصل جاستن على ماركوس وبتحكي له في شي غريب ببيت أليكس، الجرايد مغطية الشبابيك وأهل أليكس قاعدين دون ولا حركة، لازم تطلب أهل أليكس وتحكي معهم. ماركوس بيعصب عليها كتير وبيطلب منها ما تتدخل في أليكس نهائيا وهو رح يتصرف. استدعى ماركوس أهل أليكس على المدرسة، وفي اليوم الثاني بتجي خالته، شكلها كتير غريب، اسمها جلاديس، تشبه المهرج، كأنها اللي عم تجي في أحلام آرشر وجاستن. ماركوس لما بيشوفها كتير بيعصب، وين أهل أليكس؟ تحكي له أنا خالته وأهله مريضين وأنا هلأ المسؤولة عن أليكس. بس المدير ماركوس بيعصب كتير وبيحكي لها لو ما أجوا أهله أنا رح ألجأ لجمعية حقوق الأطفال. جلاديس بتطلع كتير معصبة من عند المدير، وتاني يوم بتروح جلاديس على بيت ماركوس، بتدق الباب بدون مرحبا أو تفضلي، بتدخل على البيت وبيكون عنده رفيقه. بتطلب جلاديس من ماركوس صحن كبير فيه مي، بتطلع عود مليان شوك، بتلف حواليه قطعة قماش أخدتها من علم موجود في مكتب ماركوس، بتلفها حوالي العود، وهي وعم تلفها بتدخل الشوك بأصابيعها وبينزل من إيدها دم، والدم بيختلط مع قماشة ماركوس. ماركوس ورفيقه كتير مصدومين من المشهد، بيجيب لها رفيقه لماركوس منديل عشان تمسح الدم، وأول ما يقرب منها بتاخد خصلة من شعره وبتلفها على العود وبتطلع جرس. وقبل ما يطلع ماركوس موبايله عشان يتصل على الشرطة بترن جلاديس الجرس، وهون ماركوس بيتحول لعبد عندها، تتحكم فيه مثل ما بدها. أول شي بتطلب منه يقتل رفيقه، وبيهجم على رفيقه وبيطلع من تمه شي لونه أسود، وبيضل بيضرب رفيقه على راسه لحتى يموت. بعدين بتطلع جلاديس خصلة من شعر جاستن. جلاديس بتأمر ماركوس إنه يروح ويقتل جاستن، وهون منشوف كيف ماركوس عم يهجم على جاستن، مو شايف قدامه ولا شي، عنده هدف واحد، يقتل جاستن وبس. آشر حاول إنه يساعدها كتير بس دون فائدة. تهرب جاستن وهو عم يلحقها ماركوس، بتصدمه سيارة وبيموت. وأخيرا آشر بيصدق إنه جاستن ما دخلها في اختفاء الأطفال. بيحكي آشر لجاستن إنه يوم اختفاء الأطفال كانوا كلهم عم يمشوا باتجاه نقطة واحدة، ولما بيفرجيها الخريطة بتكون هاي النقطة هي بيت أليكس. بتروح جاستن مع آشر وبيقعدوا بالسيارة وبيراقبوا بيت أليكس، ومنروح لأهم وآخر شخصية، أليكس المسكين وحيد أهله. كل الطلاب كانوا يتنمروا عليه، ما عنده رفقات. وفي يوم لما بيرجع على البيت تحكي له أمه إنه خالته جلاديس جاي لعندهم ورح تضل عندهم شهر. بينزعج أليكس كتير لأنه ما بيحب الضيوف، وبيروح على غرفته، وبالليل لما بيطلع من غرفته بيشوف باب غرفة خالته مفتوح، ولما بيطلع بيكون شكلها كتير مرعب. أليكس بخاف كتير وبيرجع بسرعة على غرفته. تاني يوم بيوصلوا والده على المدرسة، ولما بينتهي الدوام ما حدا بيجي بياخده، بيرجع لحاله على البيت. وأول ما يدخل بيكونوا أهله قاعدين على طاولة الأكل، بس شكلهم غريب، ما عم يتحركوا. بيحكي معاهم ما بيردوا عليه.
بيحاول يحركهم ما بيتحركوا، بيكب مي على والده، ما في أي ردة فعل. تيجي خالته بتعصب عليه: أهلك مريضين ولازم تتركهم على راحتهم. أليكس بيعصب عليها: شو عملتي في أهلي؟ جلاديس بتقعد على الكرسي وبتطلع العود وبتبلش تعمل طقوسها السحرية: عود، خصلة شعر، ودم. وفجأة الأب والأم بيمسكوا شوكة قدامهم وبيدخلوا الشوكة في كل مكان في وجهن لحتى ينزل الدم. مو حاسين بأي وجع. أليكس بصير بيبكي، بيحاول إنه يساعد أهله بس دون أي فائدة. بصير بيترجى خالته جلاديس إنها توقف يلي عم تعمله. جلاديس بتكسر العود بالنص وبترميه بصحن المي، وفجأة بيرجع أهل أليكس لحالة الجمود. جلاديس بتهدد أليكس: هاي البداية، لو ما سمعت كلامي أو حكيت لحدا عن وضع أهلك رح خليهم يقتلوك، وبعد ما يقتلوك يقتلوا حالهم. أليكس كان مجبور يسمع كلامها، صح ما سحرته، بس هددته في أغلى شيء بيملكه: أهله. صار هو المسؤول عن أهله، يطعميهم ويشربهم عشان ما يموتوا. وفي يوم بيدخل أليكس لعند خالته، بتكون مريضة كتير وشكلها صار أكبر وأبشع من أول. تعمل اتفاق مع أليكس: جيب لي أي شيء من أغراض رفقاتك وأنا رح خلي أهلك يرجعوا لطبيعتهم. بيوافق أليكس لأنه مجبور. وهون بنفهم فكرة المخرج إنه جلاديس عم تتغذى على الأرواح عن طريق السحر. فكرة الفيلم كتير حلوة، بس كان المفروض لما تتغذى على الأرواح يصير شكلها أحلى، لأنه على الحالتين كان شكل جلاديس كتير بشع، وأنا برأيي كان هذا خطأ بالفيلم. تاني يوم بيروح أليكس على المدرسة وبيجيب أسماء رفقاته يلي معلقة على أدراجهم الخاصة. تاخدهم جلاديس وبتعمل طقوسها السحرية، والساعة 2:17 بترن الجرس وبيدخل الأطفال على الأبو واحد ورا التاني. أليكس بيكون شاف كل شي بعينه. وتاني يوم بيروح أليكس على المدرسة ولا كأن في شي. جلاديس علمته كل شي، شو يحكي وشو يتصرف. اليوم الأخير والحاسم، بيدخل أليكس على البيت وبيشوف الشرطي بولو وجيمس أصنام مثل حالة أهله. جلاديس عرفت إنها انكشفت، بتجي لعند أليكس وبتطلب منه يجهز أغراضه عشان يتركوا المدينة، وبتنبهه: دير بالك تدوس على الملح يلي على الأرض. بيطلع أليكس عشان يجهز أغراضه، وبهذا الوقت بيكون آرشر وجاستن عم يراقبوا بيت أليكس. بيشوفوا الشرطي بولو طلع من البيت وبيأشر لجاستن وبيرجع بيدخل. آرشر وجاستن بيستغربوا شو عم يعمل الشرطي بولو في بيت أليكس، وبيقرروا إنهم يدخلوا. وأول ما يدخلوا على بيت أليكس بيهجم الشرطي بولو على جاستن، وجيمس الحرامي على آرشر. بولو وجيمس بتكون أشكالهم مرعبة، مو حاسين على ولا شيء، حتى ما عم يأثر فيهم الضرب. جاسمين بتأشر وجه حبيبها بولو بقشارة البطاطا وما بيحس، ما عم يأثر فيهم ولا شيء. جاسمين بتاخد السلاح من بدلة بولو وبتضرب النار على راسه، بيموت. وبتروح لعند آرشر عشان تساعده وبتموت جيمس. أليكس لما بيشوف كيف مات بولو وجيمس بيخاف كتير، وبصير بيركض وبالغلط بيدوس على الملح. وأول ما يدوس على الملح بيهجموا أهله عليه مثل المجانين. بيدخل وبيتخبى غرفة خالته يلي بتعمل فيها الطقوس السحرية. وبهذا الوقت بينزل آرشر على الأبو وبيشوف الأطفال 17 وهو عم بدور على ابنه. تطلع جلاديس في وجهه وبتاخد منه السلسال يلي على رقبته وبتعمل الطقوس وبتتحكم فيه وبتأمره إنه يخنق جاسمين. في هذا الوقت أليكس الطفل المسكين بيتحول لساحر، وقرر يقلب السحر على الساحر. أخذ العود وأسر رفقاته وخصله من شعر خالته وتحكم في الأطفال 17 وخلاهم يهجموا على جلاديس. هذا أجمل مشهد بالفيلم. جلاديس بتصير بتهرب من بيت لبيت والأطفال 17 عم يلحقوها مثل المجانين. صراحة المشهد بيبرد القلب، بيقطعوها تقطيع. صح المشهد كتير بشع،
بس بتستاهل. أول ما تموت جلاديس بيرجع أرشر طبيعي لأن السحر جديد، وبيبعد عن جاستن وبيطلع بسرعة عشان يشوف ابنه. بس الولاد وأهل أليكس ضلوا مثل الأصنام. وبعد سنة بنشوف أليكس انتقل على مدينة جديدة وعايش مع خالته التانية، بس بتكون حبابة كتير وبتعوضه عن غياب أهله، لأن أهله موجودين في مركز خاص عشان يعالجوهم. صراحة هن محتاجين حدا يفك عنهم السحر. والأطفال ال17 في منهم عم يقولوا بعض الكلمات، بس ولا طفل رجع لطبيعته. وهيك بكون خلص فيلمنا لليوم. السحر كتير بشع، خرب بيوت عالم كتير. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ساحر. بتمنى الفيلم يكون نال إعجابكم. في أمان الله.